عيون الثعلب ملفتة جدا، شكلها اشبه بكتير بعيون القطط ولونها غالبا ذهبي او نحاسي بيلمع. البؤبؤ بتاع عينه مش مدور زي الكلاب لكنه شبه شق رأسي زي القطط، وده بيديله تحكم رهيب في كمية الضوء اللي بتخش عينيه. الثعلب ما بيقدرش يشوف في الضلمة بنسبة 100%، لكن نظره في الضلمة اقوى بكتير من الانسان ب10 مرات، لان عنده طبقة في عينيه بترجع الضوء اللي داخل عينيه وترجعه تاني لشبكية العين، يعني كأنه بيستغل اي نقطة ضوء ولو بسيط. بص بقى على فك الثعلب عنده حوالي 42 سنة شبه الكلاب تقريبا. الاسنان دي متقسمة ما بين انياب قوية وسكاكين صغيرة. الاضراس بتساعده ان هو يقطع اللحمة ويطحن العظم. الانياب الامامية طويلة وحادة جدا بتساعده ان هو يمسك الفريسة. فك الثعلب مش ضخم زي الذئب لكنه قوي بالنسبة لحجمه، يقدر يعض بسرعة ويمسك في حاجة صغيرة زي فار من غير ما يفلت منه. كمان عضته سريعة اكتر من هي قوية، يعني هو بيعتمد على الخفة والدقة اكتر من ان هو يسحق، مش زي الاسود والدببة. الثعلب اول ما بيمسك فريسة بيبدأ يهزها بهزة سريعة عشان يجهز عليها. بعد كده بيستخدم اسنانه الطويلة زي السكاكين عشان يقطع اللحمة لقطع صغيرة تناسب بقه، ولو كل واتبقى منه اكل زيادة بيحفر وبيدفنه عشان يرجع له مرة تاني وياكله، ودي عادة مشهورة جدا عنده. الثعلب عنده حاسة شم اضعاف قوة الانسان، يعني يقدر يلقط ريحة فار مستخبي بين التلج او بين اعشاب او تحت الارض، وده بيخليه يقدر يعيش في اصعب الاماكن ويلاقي اكل حتى لو مستخبي كويس جدا. كمان زي ما قلنا الثعالب بتسيب بول ليها في مناطق معينة عشان تقول ان دي بتاعتها. بيتعرفوا على ده بحاسة الشم القوية عندهم. وفي موسم التزاوج الذكر والانثى بيعتمدوا على الشم عشان يحددوا ويقدروا يعرفوا بعض. مناخيره حساسة جدا، يعني مش بس بيحدد اذا كان في فريسة هنا او لا، ده كمان يقدر يحدد اتجاهها ازاي. الديل بيكون كثيف وطويل لدرجة انه احيانا ممكن يكون بطول الثعلب نفسه. شكله بيبقى عامل زي فرشة ناعمة او سحابة كبيرة ماشية وراه، ولونه غالبا بيكون بنفس لون الفرو، وفي اخره بيبقى فيه علامة سوداء او بيضة بتميز الثعلب. ديل الثعلب بيساعده على الاتزان لما بيجري ورا فريسة او ينط لفوق عشان يقفز في الارض. ودان الثعلب من اكتر العلامات المميزة فيه، خصوصا ان هي طويلة وواقفة زي الرادار عشان تلقط ادق الاصوات ويقدر يحركها في كذا اتجاه. كمان بيستخدم ودانه في التواصل بين الثعالب التانية. الثعالب نفسها بتصدر اصوات نباح كتيرة وبيقدروا يتواصلوا ويسمعوا بعض من مسافات بعيدة من خلال سمعهم القوي. تعال نبص على رجليه اللي هتلاقيها خفيفة ورشيقة، وده اللي بيخلي الثعلب يقدر يجري المسافات قصيرة نسبيا بشكل سريع. كمان بيقدر يغير اتجاهه بسرعة جدا كأنه بيتزحلق، وده اللي بيخليه يقدر يجيب الفريسة او يهرب من مفترس بيجري وراه. هو مش اسرع حيوان لكن طريقته في الجري الذكي بتخليه يكسب. رجليه قوية جدا لدرجة انه يقدر ينط لفوق ارتفاع 2 متر. كمان يقدر ينط المسافات طويلة قدام. مخالبه مش قوية زي القطط لكن هي قوية كفاية عشان يقدر يحفر ويثبت نفسه في الارض. بيستخدم مخالبه في الحفر عشان يحفر جحر او يحفر في التربة عشان يطلع فار مستخبي، وبيستخدم مخالبه في الصيد عشان يمسك ارنب صغير او طير، وكمان في الدفاع عن النفس لو اتزنق يقدر يستخدم مخالبه في القتال، اللي هيقرب هيخربشه. رجليه متغطية بشعر خصوصا في الانواع اللي بتعيش في التلج زي الثعلب القطبي. الشعر ده بيشتغل كعازل بيخلي رجليه ما تتجمدش في التلج. اما في الصحراء الرجلين برضو متأقلمة عشان ما تتحرقش من الشمس.